بعد انتشار فيروس الزومبي في العالم بسبب تجارب علمية، أعداد البشر قلت جدا، وجيرمي بيهرب في الغابة منهم بعد ما كان بيدور على إنسان حي، وحاول يرتاح من كتر الجري وشاف بيت قدامه ونفسه يدخله ولكنه مش عارف. وصحي جيرمي من الحلم على أصوات الزومبي اللي بتقرب عليه، وبيحاول يهرب ويرجع للبيت اللي بيستخبى فيه. وعلى حظه قابل راجل عجوز، ولكن الراجل ده فاقد للأمل وهيسلم نفسه للزومبي لأنه تعب من كتر الهرب، ودي نهاية العالم ومحدش هيقدر يهرب منها. ورجع جيرمي للبيت وهو آمن، والزومبي بياكلوا الراجل العجوز، وادى فرصة لجيرمي عشان يهرب. وعايش مع جيرمي صديقته دانا، وهي جوزها سابها وخد بنتها سامانسا قبل انتشار فيروس الزومبي. والفيروس منتشر بقاله شهرين، واصبح انك تلاقي انسان حي صعب جدا في العالم ده. ودانا حامل وبتاخد علاج لمنع الحمل لانها مش عايزة تخلف في عالم ما فيهوش امل. ومش قايلة لجيرمي، وقال لها انهم لازم يستعدوا لانهم هيمشوا من البيت ده، لانه خلاص ما بقاش حاسس بالامان والزومبي منتشرين من حواليهم. وجيرمي مراته ماتت قبل انتشار الفيروس ب3 سنين بسبب السرطان، وبتجيله في احلامه وبترشده البيت امن في الشمال في الغابة، وهو مصدقها. ودانا قلقانة من خطورة تنقلهم في وسط الزومبي، لانهم هيروحوا للغابة اعتمادا على حلم من جيرمي، وممكن يكون فخ بس هما ما عندهمش حل تاني. والراديو اشارته مش شغالة، والجيش فشل في القضاء على الزومبي وتحولوا لوحوش مفترسة زيهم. وخرجوا من البيت حيث العالم المدمر، واتجهوا للعربية عشان يمشوا بسرعة من هنا، ومش عايزين يعملوا اي معارك ضد الزومبي عشان يوفروا الرصاص. ولكن الزومبي ظهروا وهم راكبين العربية، ضربوهم بالنار وهربوا بسرعة. وبعد ما بعدوا عن الزومبي وصلوا لمنطقة آمنة، وهينزل جيرمي عشان يدور على بنزين لأنهم هيحتاجوه عشان رحلتهم للغابة لسه طويلة جدا. وراحت دانا تبص على العالم اللي ما فيهوش غير الزومبي وبس، وكان فيه سفينة المفروض انها تنقذ البشر، ولكن طلع عليها الزومبي وكلوهم. وسمع جيرمي صوت حد حواليه، ولما راح يتأكد لقى الزومبي محاصر انسان سليم وكان هياكله خلاص، ولكن تدخل جيرمي وقتل الزومبي وانقذ داريوس وهو سليم، وخسر كل الناس اللي معاه لما كانوا مستخبيين في المستشفى. والزومبي هجموا عليهم وكلوهم واحد واحد، وقال انهم بياكلوا الرجاله بس وبيخطفوا الستات، وهو متجه للشمال برضه زيهم لان مراته بتجيله في احلامه وبترشده لهناك، وهم كلهم مع بعض هيتجهوا للغابه. ولكن لقوا الزومبي حواليهم ودارت معركة وقدروا انهم يهزموهم. والزومبي عايزين دانا اللي مع جيرمي وداريوس، والزومبي كل فترة بتعدي قوتهم بتزيد وما بيموتوش بالساهل. ودخلوا للغابة والليل حل، وداريوس معاه صورة مراته اللي الزومبي خطفوها، ولكنه بعد فترة لقى بقايا منها وعرف انها ميتة، وبيقتل في الزومبي للانتقام ليها. وكلهم ما عندهمش غير امل واحد بس، وهو ان البيت اللي في الغابة يكون مكان امن ليه. والصبح حلوا وكملوا الطريق الوحيد اللي هيمشوا فيه بالعربية، ولكن لقوا الطريق مقفول وهيضطروا يسيبوا العربية ويكملوا الطريق على رجلهم. وحاسس جيرمي وداريوس ان البيت اللي في الغابة قريب منهم، وحسوا بطاقته في المكان كله، وما خدوش بالهم ان فيه جنود من البشر لسه عايشين. والجنود دول مراقبينهم، وكلموا الجنرال اللي فرح جدا ان جيرمي وداريوس معاهم ست. وداريوس ماشي حس ان في حد مراقبهم، وجيرمي بيحاول يلاقي هو ودانا اي اشارة راديو شغالة عشان يعرفوا لو فيه بشر احياء هنا. ولاحظ جيرمي اختفاء داريوس وهيسيب دانا وهيدور عليه، وطلب منها انها ما تتحركش. وسمع صوت بيقرب عليه، وطلع داريوس اللي مستخبي لتضليل الجنود اللي مراقبينهم، وهما الاتنين مش عارفين عدد الجنود دول. وما سمعتش دانا كلام جيرمي واتحركت، وهي بتستكشف المكان لقت جندي وثبتها، وسمعت الكلام وحاولت تضحك عليه وتقرب منه ومعها سكينتها، ولكنها فشلت انها تعمل اي حاجة، وضربها وهياخدها للجنرال القائد. وجيرمي بيراقب بسلاحه المكان ومفيش حاجة قدامه لان الجندي وراه وكان هيقتله، ولكن تدخل داريوس وقتله. وبيكون رد الجميل لجيرمي اللي انقذه من الزومبي في الاول. والبشر يا صديقي اخطر من الزومبي عليهم. وقبل ما الجندي يموت قال لجيرمي انهم خطفوا دانا خلاص، وقال انها في
القاعدة مع الجنرال، وهيروح جيرمي عشان ينقذها، وداريوس هيراقب المكان وما لقاش جيرمي دانا في الغابة، ولكنه لقى قاعدة الجنود وبيحاول يشوف عددهم كام لانه مش عايز يقتل البشر لان اعدائه هم الزومبي وبس. ولقى 3 جنود موجودين وبيفكر في اسهل طريقة لانقاذ دانا اللي صحيت من الاغماء وهي مربوطة وسمعت صوت زومبي جنبها. وعلى حظها ان الزومبي ده مربوط بالسلاسل، وظهر الجنرال القائد اللي اسمه هنري وفرحان جدا لانه بقاله شهرين ما شافش فيها ستات خالص، وقال لها ان الزومبي بيخطفوا الستات بس عشان يستخدموهم ويخلفوا ليهم اجيال زومبي قوية، وهنري هيعمل زي الزومبي ولكن مش هياكل دانا، هو بس هيستخدمها عشان تخلف ليه اطفال لانه مبسوط في عالم الزومبي وعايز يربي عياله في العالم ده. وطبعا رفضت لانها حامل، وقالت له ان اصدقائها هينقذوها، ولما لقى الكلام مش نافع معاها فهددها بالقتل، وهم معاهم الزومبي ده كحيوان اليف عشان ياكل اللي ما بيسمعش الكلام. والحراس مراقبين المكان ومستعدين لاصدقاء دانا اللي هيظهروا في اي وقت، وهم هربوا من الزومبي بقيادة الجنرال وعايشين في الغابة، واي حد بيدخلها بيقتلوه سواء كان انسان او زومبي. ولما لقوا ان فيه ست فرحوا وودوها للقائد اللي بقاله فترة بيدور على الستات، ولقى الجندي ان صديقه اختفى وده بسبب جيرمي اللي قتلهم هما الاتنين، ولسه فيه جندي تالت وحس بحركات حواليه ومش لاقي باقي الجنود، وظهر له جيرمي وقتله هو كمان، ووصل للبيت اللي فيه الجنرال ودانا، والجنرال حس بجيرمي وهجم عليه ولكن ما قدرش يقتله، وهنري وقع على الارض وجيرمي حرر دانا، وكانوا هيمشوا ومش هيعملوا اي مشكلة، ولكن هنري استفزهم وقال لهم انه لو هو اللي ما قتلهمش فالزومبي هما اللي هيقتلوهم، وضربت دانا نار على السلسلة اللي ربط الزومبي وحررته عشان ياكل هنري الفاسد. وخرجوا من المكان المرعب وكملوا طريقهم للبحث عن البيت الآمن اللي في الغابة، وفجأة لقى جيرمي راجل عجوز ظهر ولكنه اختفى، ومحدش من أصدقائه شافه، وحس جيرمي إنه بيهلوس، وهيكملوا الطريق ولكن تعب داريوس وبقالهم أكتر من يومين بيدوروا ومش لاقيين حاجة، وبدأ خلاص إنه يفقد الأمل ومش هيكمل الطريق وهيرجع للعربية وهيمشي، وافتكروه إنه بيهزر بعد كل المسافة اللي هم قطعوها، ولكنه مصمم على رأيه وما كانش عندهم حل غير انهم يسيبوه ويمشوا، وكل واحد هيدور على الطريق المناسب ليه بنفسه. وجيرمي ودانا ماشيين لقوا بيت قدامهم، والليل قرب يحل وهم تعبوا ولازم يدخلوا للبيت ده ويقضوا الليلة فيه، والبيت شكله آمن ولكنهم شامين ريحة مش حلوة، ولما دخلوا للبيت لقوا جثة الراجل اللي خلص على نفسه خوفا من تحوله لزومبي، وهو سبب الريحة، والبيت آمن وبيدوروا على أي معدات تساعدهم في رحلتهم. والليل حل وقالت دانا لجيرمي إنها حامل، وخد منها الأدوية عشان ما تأذيش نفسها، وبيحاول يديها شوية أمل من عنده انهم هيرتاحوا قريب. والصبح شاف جيرمي رؤية وهو في الغابة لقى مراته وبتقول له ان البيت الامن قريب جدا ولازم يوصل له في اسرع وقت، وهيلاقي راجل عجوز اسمه ايزك في البيت وهيشرح له كل حاجة، ولازم مهما حصل انه ما يفقدش الامل. وصحي جيرمي وهيسمع كلام مراته وهيتحرك هو ودانا دلوقتي للبحث عن البيت، وفعلا لقوه اخيرا، ولكن لقى جيرمي جندي ظهر وهيضربه بالنار وهيقتله، ولكن تدخل داريوس وزق جيرمي وانقذه، والرصاصة جت في داريوس وقتلته، وقتل جيرمي الجندي انتقاما لداريوس. ولكن ايه الغريبة ان داريوس ما ماتش، ومش بس كده ده حتى الجندي اللي جيرمي قتله ما كانش بجد واختفى، وحاسين باحساس جميل ومش سامعين اي اصوات للزومبي خالص. والحل هو انهم لازم يدخلوا للبيت ده ويقابلوا العجوز ايزك ويحكي لهم عن كل حاجة، ومهمتهم تمت بنجاح لما دخلوا للبيت الامن اللي حسوا فيه براحة شديدة لأول مرة من زمان. ولقوا فجأة العجوز ايزك ظهر وقال لهم ان المنطقة اللي في البيت اللي في الغابة محدش فيها بيموت، واللي حصل لهم في الغابة
الغابة ده كان مجرد اثبات ان محدش في المنطقة بتاعة البيت بيموت، والزومبي مش هيشوفوهم ولا هيقربوا منهم لان البيت ده ما فيهوش ألم او حزن او معاناة. وايزك هو عبارة عن مرشد وفيه زيه كتير في كل انحاء العالم، ووظيفته هو البحث عن الناس اللي لسه عندهم امل زي جيرمي ودانا وداريس اللي املهم كان البحث عن البيت الامن ده. والبيت ده هو عبارة عن بوابة لعالم تاني البشر هيعيشوا فيه من جديد بدون زومبي. وايزك اللي كان بيكلم جيرمي عن طريق مراته، وكمان هو اللي كان بيكلم داريس عن طريق مراته هو كمان. وقبل ما يدخلوا للبوابة لازم يسيبوا اسلحتهم لانهم مش هيحتاجوها في العالم ده. وعارف ايزك اساميهم وكل حاجة عنهم، وما كانش عندهم حل غير انهم يثقوا فيه، واملهم اللي تمسكوا بيه لقوه في الاخر، ودخلوا لبوابة العالم الجديد وهيعيشوا فيه من تاني الحياة السعيدة. بس كده يا شباب، دي نهاية الملخص. ولمزيد من افلام الزومبي والسفاحين هسيب لكم روابط ليهم في الوصف تحت الفيديو.